السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة كويزين وفي ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. الوصفة تاعنا تاع اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم حاجة حلوة جلجلانية اللي كامل كاين بزاف ناس يحبوها. يعني هاد الوصفة تجيب معسلة حتى للقلب، لا ريزولتا تاعها هادي بزاف هايلة، ويعني من اول تجربه حتجيكم بزاف شابه وبزاف بنينه ومعسله حتى للقلب. قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وننطلقوا في الوصفه. نحتاجو لي زانغريديون تاعنا تاع اليوم. لهنايا 250 غرام تاع زبده، شوفوها راهي بحراره الغرفه. لهنا كما راكم تشوفوا عندي شويه تاع خماره، يعني 10 غرام تاع خماره مع 10 غرام تاع لافاني. عندي زوج حبات بيض ناقص منهم بياض، يعني حبه كامله وصفار. وعندي 3 مغارف يكونوا كبار محمصين تاع الجلجلان، وعندي 10 مغارف تاع الكاوكاو تاني كيكونوا محمصين ومرحيين. وعندي بيان سور 4 مغارف كبار تاع الحلوة الترك. وبيان سور عندي تانيك لا فارين اللي نطم بها لاباط تاعي. في ريسيبيون كيما شفتوني حطيت زبده وزدت لها من 8 مغارف حتى ل 10 مغارف، نتوما واش تحبوا الحلاوه. انا درت 8 وانتوما شوفوا شحال ديروا، هي 8 تكفيكم وبزياده. كيما راكم شفتوا زدت عليهم البيض، وبيان سور راني نسيي نمزج كامل لي زانغريديون مع بعضهم. كيما راكم تشوفوا دوكا زدت لهم تانيك الججلان هذاك اللي كنت حمصته، ما درتوش مرحي درتو هكذاك. وتانيك درت الكاوكاو اللي كان مرحي ماشي غير شويه ماشي بزاف ومحمص. وزدت عليهم تانيك حلوه الترك وراني نطمم في لاباط تاعي غير بالعقل. ودوكا بيان سور نزيد لهم لا فارين حتدي لكم فايت 500 غرام، بصح ماشي حتدي لكم كيلو. يعني نتوما شوفوا عينكم يا ميزانكم حتى تلحقوا القوام تاع لي سابلي. شوفوا معايا غير بالعقل. اني زدت لها تانيك لهنايا الخماره اللي كانت كيس واحد تاع 10 غرام مع تانيك لافاني باش تنحي لنا ريحه البيض كامل. كيما راكم تشوفوا زدت لا فارين حتى نطمت لي لاباط، وليت كي نديرها مبول تقعد لي ملساء، يعني ما تشقق ما والو. هذه صافا دير باللي لاباط تاعي راهي مليحه. هنا كيما راكم تشوفوا جبت ميزان درت لهم كامل 25 غرام، قاست لي 46 حبه يا البنات. يعني شغل 46 حبه راهي مليحه بزاف، شغل لكم سنيوه ونص حاجه مليحه. وتانيك قلت لكم هاد الجلجلانيه بزاف بنينه، يعني ما تحتاجوش سيليكون ولا تجيبوا ديريكتومون لي كيسات وتحطوها في الكيسات طيب في الكيسات ومن بعد تعسلوها وصايي وانتوما تهنيتو منها. كيما راكم تشوفوا لهنايا دورتها درتها في البيض بياض هذاك تاع البيضه اللي كان مقعد لي، زدت درتها في الججلان اللي ماشي محمص كيما شفتوا هكذاك بيض. ودرت لها هكاتيك خيرت لها التزيين عقاشه هكذاتيك، ولا نتوما واش تحبوا ديروا لها، تحبوا ديروا واش تحبوا ديروا. انا درت لها عقاشه جات بزاف شابه. وهكذايا حاجه خفيفه ما تقدروا ديروها شغل تدوها تضيفوا بيها ولا يجيكم ضياف ولا للاعياد ولا اي حاجه. هاد الججلانيه حتوالم بزاف. كيما شفتوني كورتهم يعني هكذايا ورمتهم وحطيتهم في الكيسات، يعني حاجه سهله. وبيان سور دخلتهم للفوغ يطيبوا. بيان سور نسيو نحمروهم من تحت ونزيدو نحمروهم من الفوق. كيما راكم تشوفوا لهنايا عندي العسيله تاع الحانوت، ولا كنتو خدمتو في الدار ديروها شويه ثقيله ما ديروهاش ثقيله بزاف. لهنا العسيله تاع الحانوت زدت لها حتى 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع المزهر باش ديليتها شغل مدت في الاخر تاعها باش هكذاك تتعسل وتدخل حتى للقلب تاع الحبه. وشوفوا كيفاش سبحان الله لازم تكون غير خرجتوها سخونه، العسيله تكون بارده وتعسلوها وصدقوني حتتعسل حتى القلب. يعني تحتاجوا لكل وحده ترفد لكم حتى مغرف كبيره تاع العسيله تكفيها باش تعسلها لكم حتى الدخل وحتى القلب كيما راكم تشوفوا يا البنات. يعني صدقوني هذه الوصفه عن تجربه بزاف هايله، ما تحتاجوا فيها سيليكون ما تعيو ريسانكم ما والو. كلش تحطوه في لي كيسات يطيب في لي كيسات وتعاودوا تخرجوه وتعسلوه وهذا مكان ولا غسات راهي بخات. ان شاء الله يا ربي الوصفه تاعنا تاع اليوم تاع الججلانيه تكون نالت رضاكم وتكون عجبتكم. معليا غير نقول لكم مرحبا بكم كامل الناس اللي جاو جدد والتحقوا بالقناه، نقول لكم ابونيو وما تندموش ان شاء الله، وكثروا لي البنات من لي بارطاج سورتو. وما عليا غير نقول لكم سلام للوصفه القادمه ان شاء الله.